وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. لو اول مره بتشوفوني، انا اسمي ام هنا ودي قناتي. اتمنى تشتركوا في القناه. النهارده بقى هنعمل اكل ايه؟ الله اكبر الله اكبر. بصوا النهارده بقى هنعمل اكل ايه؟ هنعمل ايه؟ دي عكاوي. ايه العكاوي دي يا ام هنا؟ دي الجاموسه، بتتشفى وبتتعمل في طاجن مع باميه مع اي حاجه انت عايزيها. ان شاء الله هتعجبك قوي. هعملها بطريقه يا رب تعجبك ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو حطوا لي لايك واكتبوا لي تعليق. ايه ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني، فينكم كده؟ يلا بقى، لو اول مره بتشوفيني اعملي اشتراك في القناه وحطي لي اللايك الجميل بتاعك فضلا وليس امرا. بصوا النهارده بقى انا هعمل ايه؟ هعمل عكاوي. العكاوي دي اللي هي ايه؟ دي الجاموسه. انتوا طبعا شفتوا في المقدمه الديل بتاع الايه؟ البقره. يعني هو بيتشفى كده وبيت ايه؟ بيتقطع. بس هو بقى ايه؟ يعني العيب اللي فيه بيبقى نص 50% دهن و50% ايه؟ مش دهن اللي هي الملبس، و50% احمر. بصوا انا بصراحه انا كنت ايه، انا قلت هحمرها في سمنه وبعد كده وبعدين قلت لا خلاص، انا ايه، انا هسلقها كده. انا عايزاها تتسلق، انا عايزه ايه؟ شوربه بتاعتها وكده. المهم ايه، جبت بصلايه حطيتها على النار وقلت ايه، هبتدي اعمل الصلصه بتاعت الايه، بتاعت الباميه. النهارده انا هعمل باميه وعكاوي ورز بشعريه وملوخيه. تمام. بصوا انا حطيت في الميه بتاعت السليق، حطيت فيها ورقتين لورو وكم واحدة حبهان وشوية فلفل اسمر. انا مش بحط ملح في الاول عشان بس ايه، دي بتاخد سوا جامد قوي يعني زي اللحمة بس اكتر كمان. المهم بص انا سبتها على النار وشلت الريم بتاعها اللي فوق ورحت ايه، وطيت عليها النار وسبتها. اهم حاجه توطي عليها النار عشان خاطر إيه، لما بتعلي عليها النار بتشرب الشوربه بتاعتها ومش بتستوي. بصوا دي البصله قربت تتحمر ورحت ايه، رحت حاطه عليها القوطه دي. انا ضرباها في الخلاط ومصفياها، مش ضرباها في الخلاط بس عشان انا مش بحب صلصه الطبيخ بتبقى فيها ايه، قشر او بذر كده. لا انا بحبها ايه، متصفيه. اهم حاجه تكون متصفيه عشان دي باميه يعني طبيخ عموما يعني. ماشي. ايه البهارات بقى اللي انا حطيتها في الصلصه؟ حطيت نص معلقه كزبره، نص معلقه كمون، نص معلقه فلفل اسمر، حطيت بابريكا، نص معلقه بابريكا، حطيت 7 بهارات بس، ما حطيتش حاجه تاني، وشويه ملح وسنه سكر. سنه السكر دي ربع معلقه بس كده عشان خاطر ايه، تضيع المزازه بتاعت الطماطم بس. خلاص بقول لكم اعملوا لي لايك اهو، بحبكم. بصوا هنا بقى انا ايه، قلت ادخل شويه اقعد مع ولادي عشان كانوا عمالين يعيطوا كده. فانا قلت ايه، بدل ما انا واقفه في المطبخ وكان الجو حر جدا، رحت داخله قلت ايه، اقعد مع ولادي. رحت فعلا دخلت قعدت معاهم وقلت ايه، هقعد وانا قاعده بعمل ايه، هقرطف الملوخيه كده. اللي هو ايه، اللي ما يعرفش يعني ايه هقرطف الملوخيه، يعني بشيل الورق من الجذور بتاعتها عشان خاطر هغسلها وهخرطها. في ناس بتغسل الملوخية قبل ما تقرطفها كده او تشيل منها اللي هي ايه، تشيلها من الجذور، يعني شيل الورق من الجذور. انا بصراحة لا، انا بعملها كده الاول وبعد كده بقوم ايه، غسلاها ومنشفاها وخرطها. تمام. ده كان نص كيلو بامية كنت انا غسلاه وكان ناشف قدامي. ما تغسليش البامية بعد ما تقرطف، يعني بعد ما تقطعيها، لا ما ينفعش، هتلزق منك وهتعمل زي خيوط كده. لا، اول حاجه تعمليها تغسليها وتسيبيها تنشف وبعد كده تقطعي فيها براحتك. تمام. اللي هيقول لي الملوخيه دي بقى، لا الملوخيه دي انا بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو، انا ايه، سبت نصها وقلت ايه، هعمل باميه بس عشان الفيديو ما يطولش. وبعد كده انا بعد اصلا ما هخلص هقوم ايه، هقوم مقرطفاها وغسلها مع اللي في الطبق دي. تمام. كيلو الملوخيه اللي قدامي دي كان كيلو. الكيلو بقى كان بكام؟ كان ب4 جنيه. جبت كيلو ملوخيه ب4 جنيه. ماشي. تمام يا مهند. بصوا بقى انا ايه، نقلت الصلصه في قلب الحله الومنيوم عشان بحب الطبيخ بصراحه بيبقى في الالومنيوم بصراحه يعني. ماشي. حطيتها في قلب الصلصه وحطيت عليها كم كبشه شوربه كده، وحطيت ايه، قرنين فلفل. الباميه هتفضل بقى ايه، تغلي مع نفسيها، بس هي باينه في الكاميرا ان هي فاتحه، بس هي والله كانت الصلصه حمرا جدا. ماشي. تمام. حطيت قرنين فلفل. عايزه بقى تحطي انتي حراق بارد براحتك. هو كان عندي فلفل حراق بس مش باين ان هو حراق، يعني ما كانش ايه حراق قوي. حطيت واحده شوربه ماجي، ظبطت الملح، حطيت لها شويه فلفل اسمر وسبتها ايه، وسبتها بقى على النار. هي بقى ايه، هتغلي مع نفسها، هسيبها تاخد غلوتين 3 كده واقوم ايه، واقوم بسم الله الرحمن الرحيم
واقوم بقى عامله الرز. بصوا انا ما غطيتش بقى الباميه هنا، ليه بقى ما غطيتهاش؟ لان ما ينفعش تغطي الطبيخ من في الاول بس كده، انت تحطي غطا وتورديه، اللي هو ما تغطيش الحله قوي بيه، عشان بس ما يت ايه ما يتاكسدش ويتفاعل مع الخضار نفسه، بتحس ان هو لونه بيغمق. اي خضار عندك، لا، او اهم حاجه يعني تبقي تواربي الغطا، اللي هو ايه ما تغطيش الحله قوي عشان الخضار يطلع معاكي. بصوا انا بص شفتوا انا اهو وربت الحله ما غطيتهاش قوي. اللحمه برضو هكذا عشان بس ما تفرش وتقع الشوربه على النار وتدفي. بصوا هنا انا جبت بصراحه شويه سمنه بلدي، معلقتين كده، على شويه على شويه زيت، مش بحط ده لوحده ومش بحط ده لوحده. وجبت شعريه الربع كيلو، حطيته على ربع كيلو شعريه، حطيت عليه نص كيلو رز. هو كده انا يعني انا بعمل دي مقاديري على طول، ربع كيلو شعريه نص كيلو رز على طول. بحس ان لما الشعريه بتبقى كتير في الرز شويه بتبقى كويسه، يعني بتحس ان الرز شكله حلو كده. احنا بصراحه بنحب الرز بشعريه كده. يلا لو بتتابعيني لغايه دلوقتي اعملي اشتراك في القناه وحطي لي اللايك الجميل بتاعك. بس انا هفضل بقى اقلب، مش هخليها تسود خالص ولا اي حاجه، انا بس لونها ذهبي كده، وهقوم حاطه نص كيلو رز وبس. هفضل بقى اقلب اقلب اقلب. تمام خلاص تمام، هفضل بقى اقلب فيه. بصوا بقى الحاجه الحلوه اللي انا هعملها معاكم ان انا هحط معلقه. طبعا الملح على حسب الرغبه، انت بقى على حسب ما بتحبوا الرز نسبته الحدوقيه بتاعته حطوا ملح. تمام. بصوا بقى هنا ربع معلقه فلفل اسمر بس مع الرز بشعريه، وقلبي ربع معلقه رز فلفل اسمر على الرز بشعريه وقلبي. خلاص تمام. قلبته، خد تشويحه كده على النار، ورحت حاطه له الميه. هسيبه بقى على النار، اول ما يتشرب وطي عليه. انت اول ما توطي عليه هو هتاخدي منه رز زي العسل. وطي عليه. بصوا دي بقى شوربه الملوخيه. شوربه الملوخيه عملت بيها هقول لكم برضو على السر بتاعها. انا خدت شوربه الملوخيه دي من العكاوي. بصوا حطيت عليها حطيت عليها معلقه كده، معلقه صغيره توم مفروم. تمام. انا كنت حاطه بقى في الشوربه، كنت حاطه ربع معلقه سكر، وكنت حاطه ربع معلقه كمون. تمام. كمون والسكر بس اعملي يعني الشوربه بالمقادير اللي انا بقولك عليها دي ودوقيها. وحطي كمان واحده شوربه ميجي، يبقى واحده شوربه ميجي ربع معلقه سكر ربع معلقه كمون. تمام. وحطي معلقه توم مفروم. سيبي الشوربه تغلي تغلي تغلي، وبعد كده بعد كده رحتي تقومي حاطه عليها الملوخيه، هتطلع منك زي العسل. اللهم بارك. بصوا قلبي في الملوخيه كويس، بس وانتي بتقلبي عليها سيبي النار سيبي النار متوطيه، ما تعليش النار عشان ما تفرش معاكي، اهم حاجه. تمام. وطي. بصوا هنا بقى انا انا هشغل على التومه وانا بقى وانا بقلب الملوخيه كده اهو. بصوا هفضل اقلب في الملوخيه كويس، هقوم مشغله انا كده شغلت على التومه هناك، شغلت على التومه بقى حطيت لها معلقتين سمنه. ماشي. التوم مش بيتحط لها زيت، مش بيتحط له زيت خالص خالص، ده يعني ما ينفعش، دي انت هتطش بيها الملوخيه. انت عايزه تحط لها زيت براحتك، بس انا بصراحه مش بحط الزيت، انا بحط لها سمنه بس. هفضل بقى اقلب كويس. طبعا انا كده طفيت على الباميه وطفيت على اللحمه وطفيت على الرز. خلاص تمام. الاكل كده معايا خلص. انا قلت بس اخر حاجه انا بحبها ان انا بطش التومه، دي اخر حاجه في الاكل. بحب الملوخيه نازله نازله سخنه كده على الاكل وانا بغرفه. بس خلاص حطيت نص معلقه كزبره على التوم، وهفضل اقلب كويس. قلبي برضو ما تخلي. بصوا انا بوريكم النار متوطيه ازاي، معلش بس عشان كان في شويه ملوخيه واقعين مني على البوتاجاز. بوريكم ان النار متوطيه عليه، ما تطفيش النار، متوطيه قوي يعني، خليها شمعه كده بحيث ان الملوخيه تفضل معاكي سخنه. التومه دي كلها بقى انا مش هحطها كلها للملوخيه، انتوا هتشوفوا هحط نصها الملوخيه ونصها للباميه. تمام. بصوا الملوخيه قوامها لا تقيله قوي ولا خفيفه قوي، حلوه ومش ساقطه معاكي، اهم حاجه ما تكونش ساقطه. بصوا انا هقلب التومه كويس قوي. هعري بقى الباميه عشان خاطر اطشهم هما الاتنين اهو، هطشهم. بصوا بقى الريحه كانت زي العسل، تستاهل بقكم والله العظيم، ريحتها كانت قلب البيت. اصلا الاكل في البيت ده تحس ان هو نعمه من عند ربنا والله. الاكل في البيت، الاكل والصحه وكل حاجه في الدنيا نعمه. الحمد لله يا رب، لك الحمد ولك الشكر. بصوا انا حطيت نص التومه للباميه،
ونص التومه للايه، للملوخيه. اهم حاجه بقى الملوخيه اعملوها بالتكات اللي انا بقول لكم عليها دي، السكر وشوربه الماجي وربع معلقه الكمون ومعلقه الثوم، وسيبيها تغلي على النار. خلاص انا هقلب الباميه اهو. الباميه هنا بقت زي العسل خلاص، مش محتاجه اي حاجه تاني، هي عايزه تتغرف خلاص في الاطباق وبس كده. يلا يا حبايبي اشوفكم على خير، مع السلامه.